فيه العربيات المخالفه. في الوقت ده بيجي لماجي اتنين شباب بيقولوا لها ايه ده، هم عملوها معاكي؟ انت عربيتك اتاخدت مش كده؟ طيب بقول لك ايه، انا صديقي كده كده هيوصلني للمكان اللي شايلين فيه العربيات، فايه رايك لو تيجي معانا؟ ماجي على طول قالت لهم اوكي، وراحت معاهم للمكان ده. هناك جوه المكان ده ما كانش فيه اي حد، مفيش غير الراجل الموجود على البوابه. على كل حال واحد من الاتنين اللي كانوا مع ماجي حاول في الوقت ده يتهجم عليها، ولكن ماجي بطريقه ما يعني قدرت تدافع عن نفسها وتاخد عربيتها اللي هي اساسا عربيه اختها وتهرب. وتاني يوم الصبح روز بتكون رجعت من السفر، بتدخل الشقه بتلاقي ماجي مدمرها حرفيا، كمان بتلاقيها جايبه معاها كلب من المكان اللي شغاله فيه. روز بتقول لها ما هذا وحق الجحيم، انت حاطه لي كلب على السرير؟ وايه اللي انت مهبباه في الشقه دي كلها؟ بقول لك ايه، انا ورايا شويه شغل هنزل اعملهم وارجع الاقيك مروقه الشقه دي وتخليها زي ما كانت. فماجي قال لها معلش انا بس الليله اللي فاتت دي كانت ليله وحشه قوي ومريت بظروف مش كويسه، فاديني فرصه بس افوق من اللي انا فيه. روز قالت لها انت كل يوم ظروفك منيله في ست النيل على طول، اعذارك ومشاكلك مش بتخلص يا ماجي للمره ال90، مش هينفع حياتك بالطريقه دي. وروز سابتها بعد كده ونزلت علشان متاخره على شغلها، ولكن لما بتنزل بتلاقي العربيه بتاعتها مركونه بطريقه غلط، فبالتالي اتكلبشت. فبتطلع تاني الماجي بتصرخ في وشها زي المجنونه، بتقول لها ايه، هو انت ناوي تبوظي لي حياتي كمان معاكي ولا ايه؟ العربيه دي من ساعه ما اشتريتها ما اتكلبشتش ولا مره. بقول لك ايه يا ماجي، لغايه اخر النهار تكوني شفتي لك مكان تاني تعيشي فيه، مش هينفع تعيشي في بيتي ده تاني، وانا مش هقدر اشيل مسؤوليتك طول حياتي. ماجي قالت لها روح فين؟ طيب مفيش مكان اروح فيه. روز قالت لها ماليش دعوه، اتحملي مسؤوليه نفسك. ولما روز بتروح الشغل بعد كده بتقابل صديقها اللي بتحبه ده واللي ما سافرش معاها وخزوقها. روز قالت له يا ريت يعني لما يحصل موقف مفاجئ ولا حاجه وتغير من الخطط بتاعتك تقديرا منك على الاقل تديني تليفون. وبعدها بشويه بنلاقي ماجي بتلم حاجتها علشان تمشي من بيت روز. في الوقت ده باب البيت خبط، بيتضح مين؟ صديق روز اللي بتحبه. ولكن زي ما قلنا صديق روز ده كان بيبص لماجي بصات غير بريئه، كمان ماجي ما عندهاش اي مشكله. بعدها بشويه مش كتير روز بترجع البيت وبتفاجئ باللي بيحصل، صديقها اللي بتحبه مع اختها ماجي. طبعا الموقف ما كانش حلو خالص ليهم هما التلاته، صدمه روز في اختها كانت اكبر من صدمتها في صديقها، دي اختها ازاي تعمل فيها كده؟ وروز اديتها حاجتها بعد كده وصرخت في وشها وقالت لها اخرجي من حياتي للابد. فصديقها ده اخد ماجي ووصلها لغايه محطه القطر، وهناك اداها شويه فلوس وسابها. ماجي هناك في المحطه بتفتش في الحاجات بتاعتها وبتطلع الجوابات اللي كانت بتتبعت لهم من جدتها، والجوابات دي كان مكتوب عليها العنوان بتاع جدتها. فماجي في الوقت ده قررت انها تروح لجدتها. بنسيب ماجي بقى بنروح لجدتها اللي اسمها إيلا. بيطرح ان جدتها دي فاتحه دار رعايه للمسنين وهي اللي بتديره، وطبعا إيلا متصاحبه عليهم كلهم، وكان في واحد كده اسمه لويس مهتم بيها شويه، ولا اقول لك شويتين. على كل حال بنرجع تاني لروز، كانت بتمشي الكلب اللي ماجي كانت جايبه معاها في البيت، واثناء ما هي واقفه عند النافوره كده بالصدفه بتعدي واحده تانيه معاها كلب، وبيتضح انها عارفه